السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير في احسن الاحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله نويت هعمل معاكم وهسلق معاكم كروب وهوريكم ازاي طريقه حلوه، وكمان ان انت ما تهدريش منه. بس قبل ما نبتدي اتمنى طبعا اول مره يشوف القناه ما ينساش ان هو يشترك ويفعل الجرس بحيث ان هو يوصله منه كل اشعارات القناه. وطبعا يعني ما تبخلوش عليا طبعا بلايك ده رباط. اما المتابعين اهلا وسهلا بيهم ودايما مشرفيني، وبصراحه ربنا بشكرهم جدا 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 على تدعمهم ليا، وطبعا لولاهم ولولاكم ان شاء الله بجد ما كانش القناه تستمر. يلا على بركه ربنا نبتدي كده يا جماعه. انا حطيت الميه بس للكرنبايه تسخن تمام. بس احنا قلنا على ما تسخن بس ان انا هحط فيها شويه الاضافات اللي انا هحطها ونقطع الكرنبايه. اول حاجه احنا قلنا ان احنا بنحط حبه خل، ده ضروري تمام، ونحط معاها شويه ملح حلوين محترمين كده تمام. خلاص كده. في بقى تكه حلوه قوي ان احنا لازم نعملها، ايه هي؟ ان احنا بنحط معاها معلقه كمون علشان تشفط السبب اللي بيعمل غازات في المعده طبعا. يلا بقى ان احنا نبتدي ان احنا هنقطعها. بس في حاجه بس عايزه اقولك عليها، لو عندك الكرنبايه كبيره كده اول حاجه بس الاول احنا لازم نفرغها كده كويس. حاولي ان انت تفرغي وتغوطي كده بالسكينه لجوه بحيث ان انت تطلعي القلب بتاعها ده كده كده. لسه كده ما خلصتش، تحاولي ان انت برضو تعمليها تاني. دي لو الكرنبايه كبيره، لو صغيره تبقى سهله شويه في التقطيع بتاعها. فرغي القلب كويس كده. وتخلي بالك طبعا عشان ما تهريش. خلاص طيب. دلوقتي انا علشان ان انا هسلقها بالحجم بتاعها ده لازم يكون عندي حله كبيره. خلاص. طب انا ما عنديش حله كبيره، طب انا فرغت كده، فممكن ان انا بصوا الطريقه دي كده كده هسلك الورق اللي هو ايه بحيث ان انا بس ايه اقل حجمها شويه. وخلي بالك طبعا ان انت ما تكسريش الكرنب او تكسريش اللي هي الفرق بتاعك، عشان انا كل الهدف ان انت ازاي المره دي انا نسيت اقولك ان انا يعني انا هوريكم طريقتين ان احنا نسلقهم ونقطعهم بيهم، بس انا النهارده هعمل طريقه واحده بس. الطريقه ديت خاصه بالطريقه ديت لو الكرنبايه كبيره، يعني برضو لو الكرنبايه كبيره برضو في الحل التاني هوريها لكم بس مش المره دي. هنا كده احنا قلنا لو الكرنبه كبيره ان احنا مثلا المعون مش هياخدها زي ما انا بقول لك كده. احنا هنحاول ان احنا بصي احنا بنحاول نعملها كده واحده واحده كده بحيث ان احنا نقل حجمها. هتبص تلاقيها بتطلع معايا من غير ما يحصل لها اي حاجه. هنبقى ناخد الورق ده ونسلقه على جنب لوحده كده. خلاص كده انت كده بالراحه بتفكيها، انت كده بتفكيها من بعضها. بصي طالعه زي الفل وسليمه طبعا، لان هي لما هتتقطع وتتهري منك احنا كده ما عملناش حاجه. خلاص. طبعا انا حاطه الحله وحاطه الميه لحد الميه ما تغلي اهي، وما تتعفيش عليها ان بصوا انا كده شلت منها لحد ما بقى ايه يعني القلب لسه فيه كده ماسك في بعضه، فاحنا عايزين نفرغه شويه كمان
عشان تبقى سهله. هي كده يا جماعه بصوا انكمشت خالص اهي، والميه كمان غطتها، والقلب كمان بدأ يطلع. انا مش هتعافى عليها دلوقتي، بص اهي طلعت كمان خالص اهي تمام. بس انا عايزه اللي تحت دول فيها كام ورقه يستووا، فهسيبها شويه خلاص اهي. وابتدي ان انا هسحب من اهي، طالما ان هي كده الورق اتغطى كله، الميه غطته، هيبتدي خلاص هو كده هيستوي. تسحبي منه واحده واحده، كل اللي هتستوي هتتسحب معاكي بسهوله. يبقى احنا كده اتفقنا ان انا الميه حاطه لها ملح وخل وكمون، وحطيت الكرنبه بالطريقه دي خلاص. وهبتدي ان انا هسحب واحده واحده، وتخلي بالك طبعا علشان ما تتلسعيش خلاص اهي. طبعا يا جماعه انا خلصت الكميه، سلقتها كلها وطلعتها في مصفى تصفي. طبعا مش هينفع ان انا اوريها لكم، بس هوريكم بقى طريقه التقطيع ازاي. بصوا يا جماعه، انا بجيب صينيه او اللي هي البلانشه بتاعتكم، بفرد فيها دي كده اهو زي ما انا فردها كده خلاص. وهبتدي ان انا بالسكينه هطلع اللي هو السقط ده كده اهو، بصوا اهو تمام. فدي هتطلع لوحدها اهي كده اهي، بصوا اهي خلاص. هوريكم واحده تانية، هنجيب واحده تانية اهي، هنفردها بالطريقه ديت خلاص. طبعا هي مش هتاخد الوقت اللي انا بوريه لكم ده كله، يعني الوقت ده كله، بس لاحظي ان انا عشان اوريكي بس خلاص. ببتدي من هنا كده كويس كده اهي، على ما فيش خالص، اخلصها خالص اهي. والتانية اهي تمام، دي بتطلع لوحدها اهي خلاص. دي اوريكم واحده كمان برضو، اجيب واحده بس كده اهيت، يبقى مفروده معايا اهي اخر خالص كده اهي، دي خلصت خالص اهي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب دي كده، انا هنا كنت عامله كميه تمام خلاص. ببتدي ان انا هسويهم هنا بالطريقه دي، بكلهم متساويين كده من قدام اهوت، وهسوي كده خلاص اهي. على فكره الطريقه دي يا جماعه ما بتهدرش ورق كتير ولا الكلام ده كله، تستخدمي كله للاخر يعني خلاص اهي كده. طبعا انا بقيت الكميه اللي انا مش محتاجاها انا ما بقطعهاش كل التقطيع دوت، وبحتفظ بيه وقت ما بحتاج. ان شاء الله هوري لكم فيديو تاني ان شاء الله في اللي هي في التفريزات بتاعت شهر رمضان ان شاء الله خلاص اهي كده. بسويها بس كده عشان ما يبقاش واحده كده اهو خلاص. وابتدي ان انا هقطع بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بحدد العرض اللي انا عايزاه اهو، بنزل اهو كده اهو. هبتدي ان انا اقطع كده. طبعا انا حاسه ان انا لو قطعت هنا ده هيبقى اكبر شويه، فانا هقطع من هنا شويه كده اللي هم دولت، واقطع التانيين لوحدهم. ماشي هالك للكرنب تقريبا خالص اهي كده. وده الشكل العام بتاعها خلاص. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبك. لو عجبك ما تنسيش بقى ان انت تشتركي وتعملي لي لايكات كتير قوي تمام، وتعملوا لي كمان كومنتات وتشيروه بحيث ان الكل يستفيد. ولو لكم تعليق او اي كومنت على اي حاجه، او لكم استفسار او لكم مقترحات، يعني اكتبوها لي في الكومنت تحت، وانا ان شاء الله هرد عليكم، وهحاول ان انا البي كل طلباتكم. وشكرا لكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.